ايه فكرة البيرسوناليزد هيب ريبليسمنت او تغيير مفصل الحوض المخصص؟ الفكرة ان هي مش كونسبت وان سايز فيتس اول، يعني مش اي مفصل ينفع لاي مريض. فبدل ما الجراح بيستخدم نفس المفصل لكل المرضى بتاعه، بيبتدي يختار المفصل المناسب للمريض، لان في اختلافات خلقية وتكوينية ما بين اللي حجمه صغير وبين اللي حجمه كبير، ما بين اللي عظمه ضعيف وما بين اللي عظمه قوي، وما بين اللي سنه كبير وبين اللي سنه صغير. هتلاقوا ان نفس الشركه، وزي شركات كتيره نسمع عنها، زيمرد وسنسس ديما، كل الشركات دي بتبقى عندها بورتفوليو واسع، يعني عندها كذا نوع مفصل بديزاينز مختلفه. ودي ليه؟ عشان هم عارفين ان احنا مش كلنا حاجه واحده. هنا احنا بندخل الاشعه بتاعت المريض على كمبيوتر سوفت وير، ونعمل محاكاة للجراحة بتاعته عشان نعرف ايه المفصل المناسب بتاعه اللي هيحافظ على التكوين بتاع المريض. وهدف الحاجات دي ان احنا نوصل لكونسبت اسمه The Forgotten Hip Joint، او المفصل المنسي. ان المريض ينسى مع الوقت ان هو مغير مفصل، لان هو مش حاسس بفرق ما بين المفصل المتغير وبين المفصل اللي مش متغير، لان احنا ما غيرناش حاجة في التكوين بتاع المريض.